لأنه في نهاية الأمر بدأنا بموضوع سينا، وحدث أن المجالس القومية المتخصصة وهي ليس لها احتكاك بأي جهة تنفيذية، هي بترفع تقاريرها لرئيس الجمهورية. في فلول هنا. فطبعا حصل احتكاك بعد ما خلصنا تقرير سيناء، حصل احتكاك ورئيس المجالس القومية وقتها رفض أن يرفع التقرير، ولأنه كنا لا نيأس فقمنا برفع التقرير إلى جهات أخرى، وهذه الجهات وصلته فوق برضه تركب. ولكن غدا في 10 صباحا سوف يناقش هذا التقرير الذي قدم سنة 2005. أنا بقول للأستاذ مسعد وإحنا جايين تنزل بذرة تستنى المطر، وبينزل المطر عليها مرة واثنين وثلاثة وما تطلعش. أنت مالكش في رزقك إلا ربنا هيجي. فشاء ربنا إنه بكرة الصبح الساعة 10 سوف تجتمع لجنة موسعة لمناقشة هذا التقرير، ومعه جميع خطط تنمية سيناء التي عقدت في الستينات. وأهم ما كتبناه في هذا التقرير هو ما يتعلق بكيفية معاملة الأجهزة الرسمية لأهالي سيناء. وأنا لأنه يعني أعرف سيناء من أيام الحرب، ولأني بعد الحرب أنا كنت في الجامعة بطلع مع الطلاب في الرحلات الجامعية وبنشتغل في مشاريع، بقول لكم في فلوس، بنشتغل في مشاريع تطوعية في كافة ما تريده الإدارة. فالحقيقة يعني أعرف سيناء جيدا يعني، وبعض المناطق أعرف قيادات فيها، وفيها شخصيات لا تنسى. يعني ممكن أنا في تابوت قابلت عمدة أنا قلت المسعد عليه هذا الرجل فكرني بسينا، عشان تعرفوا ان الوطن ايه. واحد نازلين كده ورايحين نقعد في لقاء، وبعدين قال لي يا استاذ رؤية عمدة، قال لي في مشاكل في النوبة. قلت له في طبعا. قال لي وعايز حل. قلت له نعم. قال لي في البحيرة في بلدكم؟ قلت له في مشاكل كبيرة جدا. قال له عايز حل. قلت له قال لي كله يتصبر عليه إلا إن أنتوا تسيبوا سينا فضل. إلا إن أنتوا تسيبوا سينا فضل. هذه الكلمة أنا قلتها لواحد يعرفه الأستاذ مسعد في أحد الأجهزة السيادية، فالراجل فرت الدموع من عينيه. قال لي بقى الكلام بتاع النوبة وحقوق النوبة واستقلال النوبة والكلام بتاع الصحفيين والناس اللي بتعمل الكلام ده. قلت له سيبك من الكلام ده وانزل هناك لكي ترى الذهب صافيا على حقيقته، ولكي ترى النقاء، ترى الوطنية، وتعرف يعني ايه مصر من الجنوب. فأنا بقول برضه في سينا في عبد العزيز شاهين. عبد العزيز شاهين ده واحد من الجيل اللي سبقني أنا ب10 سنين زي الباشمهندس عبد العزيز. 10 سنين كتير. هذا الرجل يعني أنتم لا تعلمون، ده كان في الشباب والرياضة. وأنا لأني بروح مع طلاب الجامعات كان عندي احتكاك بناس الشباب والرياضة، وبعدين كنت مستشار للدكتور عبد الأحد جمال الدين في آخر 4 سنين، والدكتور عبد المنعم عمارة في 9 سنين. وكان شغلنا في المناطق، وتقريبا نستطيع أن أقول إن هذا الرجل الشيخ طبعا عبد العزيز، لأنه هو الآن متقاعد، يعني هو أكبر رسم طريقته دلوقتي، يعني عنده 71 سنة 72 سنة وابنه. هؤلاء الناس لم يكفوا مطلقا عن رعاية أسر الأصل، وعن البحث عن كل مدرسة نهائية يفترض أنها تبنى طبقا للخطة، لأن الدولة ما عندها خطة.
للنوبه ولسيناء، اللي هي الخطه بتاعت 1993 94 الى 2016 2017، اللي هي النهضه بمصر في ربع قرن، واللي هي كفنتها حكومه يعني من اول عاطف عبيد الى الوزارتين بتوع احمد نظيف. يعني عندنا 3 وزارات اوقفت العمل في سيناء، زي ما اوقفت البرامج التي كان يفترض ان يتم تنفيذها في النوبه، وكذلك في السلوم وفي سيوه. والخطر اللي هو لا يدري عنه احد هو ايقاف مشروع ممر التنميه، هو اسمه الان ممر التنميه. الناس بتتكلم عن ممر التنميه، لكن هو اصلا في مخطط بناء السد العالي اسمه مشروع الوادي الجديد، اللي هو عين الدكتور الجنزوري سنه 58 محافظا للصحراء. عشان يعمل ايه؟ عشان يقوم بتسويه الارض والاعداد لحفر القنوات اللي المفروض تمشي تعمل تنميه، ويخش المشروع ده يتفق مع مشروع منخفض القطاره ويمشي مع مشروع خط السكه الحديد اللي يوصل الى قلب القاره الافريقيه، اللي يفتح مصر من الشمال والجنوب الى قلب القاره الافريقيه، اللي هو اعلن عنه انه سوف يتم تنفيذه بعد زياره رئيس الوزراء الاخيره الى ايه؟ الى اوغندا. وده واحد من المشاريع التنمويه الطوليه في القاره الافريقيه، لان الخط ده لو تعرفوا خططت له بريطانيا في اواخر القرن التاسع عشر، وبيسموه مشروع القاهره الكيب، يعني مشروع يجي من كيب تاون الى القاهره. واللي بريطانيا منعته انه يمشي لما وقفت خط السكه الحديد في مصر مقاس غير خط السكه الحديد في السودان. ويعني قبل ان يصبح دكتور شرف وزيرا للنقل في الوزاره الاولى لاحمد نظيف، انا استضفته في معهد الدراسات الافريقيه علشان يلقي محاضره عن النقل والروابط المصريه الافريقيه. فاتكلم على المشاريع دي، هو الان يقوم بتنفيذها. بالتالي النوبه سوف تدخل على مرحله مثل المراحل التاريخيه القديمه من التواصل مع السودان ومع بلاد حوض النيل، وبالتالي يعود لحوض النيل الرابطه الانسانيه الكبيره الممتده، واللي كان فيها كل المواطنين في هذه المناطق يشعرون باخاء تعايش، ما يبقاش فيه البيئه الصراعيه اللي تركها لنا النظام السابق، اللي فيها اثيوبيا تقول لك هقطع النيل واوغندا تقول لك مش عارف. الكلام ده كله حصل ليه؟ حصل لاننا لم ننفذ ما كتبناه في اتفاقيه 59 مع السودان، اننا مقابل ان احنا بنينا السد العالي سوف نقوم مع اخواننا في اثيوبيا وفي اوغندا ودول حوض النيل ببناء تكاملي، تنميه متكامله، مشروع تكاملي لدول حوض النيل. نحن الان ندخل على هذا، وده بدون شك هيفتح افاق واسعه لكل مصر ان هو يتحرك، مش نمشي بقى نغرق في البحر المتوسط، مش نغرق بقى في البحر الاحمر ونبقى فريسه لاسماك القرش، لا، نبني في بلادنا الحقيقيه، في الارض الافريقيه دي ارضنا الحقيقيه. ودي هي انا قلت مره كلمه من حوالي، الواحد بقى بيفتكر حاجات بقى من زمان، يعني دي من زمان، يعني يعتبر 11 سنه في التقرير الاستراتيجي الاول. قلت اذا كانت العروبه هي اللسان، واذا كان الاسلام هو الوجدان، فافريقيا هي البنيان. كياننا هو ايه؟ افريقيا، اللي هو بدون ما اكون موجود فيه لا هقول لا اله الا الله ولا هتكلم عربي، لان البنيان نفسه هيموت، كياني هيموت يثبت. وده طبعا نتيجه للاهمال، لانه لو كنا نفذنا المشروعات التي خطط لها الجيل الذي بنى السد العالي، كان زمان المنطقه الجنوبيه من مصر هي اهم منطقه في التنميه في الدوله المصريه، لان عندها اللي انا قلت عليه برضه في مؤتمر اسوان عبر الاصول، ما اعرفش كام من 8 سنين ولا 10 سنين حاجه زي كده، انه البنك المركزي الحقيقي لمصر هو البحيره. بحيره ناصر دي هي البنك المركزي، بس البنك ده ما ينفعش الرصيد اللي سابه الله يرحمه عبد الناصر يفضل زي ما هو والسكان بيزيد، فالحصه لما